السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة وصفات أم الأمراء. إن شاء الله يا ربي يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. وصفتنا لنهار اليوم وصفة سهلة بسيطة وبمكونات اقتصادية وتجي البنة عالمية. تبعوا معايا الفيديو. اليوم راح ندير معاكم عجيجات البيضنجان بالأرز يجيو بنة رائعة. إذا كنتوا أول مرة تزوروني على قناتي معكم وصفات أم الأمراء، ما تنسونيش بالدعم، ديروا لي جيم، أبوني، فعلوا الجرس ليصلكم كل ما هو جديد مني لمزيد من الوصفات. نبداو على بركة الله. بسم الله. راح نحتاج إلى كأس من الأرز، راح نحطه في وعاء ونضيف له كمية من الماء وننقعه جيدا في هذاك الماء. من بعد راح نصفيه. ونحتاج كذلك إلى 2 حبات من البيضنجان اللي كنت غسلتهم جيدا وراح نقطعهم إلى مربعات. من بعد نمروا الى المقلاة نحطوا فيها كميه من الزيت. كما راكم تشوفوا راني كثرت شويه الزيت لانه البيضنجان تاعنا راح يشرب لنا هذاك الزيت. ورايحه نضيف عليه حبه بصل مرابيه كما راكم تشوفوا، رايحه نحطها على نار قليله مع التحريك المستمر حتى تتقلى لي هذيك البصله. ورايحه نضيف لها كميه البيضنجان تاعنا ونخلط جيدا، ونضيف عليهم كمية من الملح وكمية من الثوم بودرة. كما انكم تقدروا تسكرفجوا 2 سنات ثوم مع كمية قليلة من الفلفل الاسود والفلفل الاحمر. رايحة نخلطهم كامل مع بعض ورايحة نخليهم على نار تكون قليلة حتى يطيب لنا هذاك البيضنجان. من جهة اخرى رايحة نجيب كسرونة نحط فيها 2 كيسان ماء. الكاس اللي عبرتوا به الارز هذاك هو الكاس اللي ديروا به الماء، يعني كاس أرز ب2 كيسان ماء نحطهم في الكسرونة على النار حتى يبدأ يغلي هذاك الماء. نضيف له الأرز تاعنا اللي نقعناه في الماء وكمية من الملح ونخليه على نار تكون قليلة ونغطي عليه مرة على مرة. خلطوه باش ما يلصق لكمش في الكسرونة وخليوه يطيب في هذوك 2 كيسان تاع الماء على نار تكون قليلة حتى يطيب لكم جيدا. ونمروا الآن بعد ما طاب لي الأرز تاعي كما راكم تشوفوا راهو نشوف لي كامل من هذاك الماء. رايحه نحطه في الاناء ونمروا للبيضنجان تاعنا. هنا بعد ما طاب لي شوفوا لي كيفاه زبد لي. رايحه نضيف له ملعقه صغيره طماطم ونخلطهم جيدا كما راكم تشوفوا حتى تدخل هذيك الطماطم. ورايحه ننزعه من على النار ونضيفه لهذاك الارز ونضيف عليه كمية من الدبشة المقطعة، كمية من الجبن وحبة بيض، ونضيف عليهم كمية من الفلفل الأسود ونخلطهم جيدا. نخلط جيدا. من بعد رايحة نضيف عليهم من 2 معالق إلى 3 معالق كبار خبز مرحي ونخلط هذه المكونات كامل مع بعض حتى ينسجموا لي. من بعد رايحة نجيب إناء فيه كمية من الماء، نغطس الإيد تاعي في الماء ونبدأ نكور في الحبات تاعي كما راكم تشوفوا بهذه الطريقة. وفي هذا الوقت تكون المقلة تاعكم على النار وفيها كمية من الزيت وتخليوا الزيت تاعكم يسخن جيدا. من بعد تبداو تديروا في الكويرات تاعكم تاع العجيجات وتحطوهم في الزيت الساخن بهذه الطريقة. راح تعمروا المقلاة تاعكم. من بعد تشوفوا ما تقلبوش العجيجة إلا إذا شفتوها طابت لكم من التحت كي دير الطبقة الحمراء تاعها من التحت اقلبوها باش تطيب من الوجه الآخر. ولما تنزعوهم حطوهم في صحن على ورق الماس باش يشربوا لكم الزيت. كما تعرفوا البيضنجان راهو يهز بزاف الزيت. في هذاك الوقت راني طيبت لهم كمية من الصوص طوماط اللي رايحه نقدمها معاهم. وهذا هو الطبق تاعي في صحن التقديم. شوفوا لي كيفاش يجي. طيبت له كمية قليلة من صلصة الطماطم رافقتها به ويجي ما شاء الله. ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها وتخليوا لي رايكم دائما في التعليقات. شهية طيبة للجميع. إلى فيديو آخر إن شاء الله.